النهارده يا جماعه هعمل معاكم الفراخ بدون سلق ولا شوي، وفي 5 دقايق بتكونوا محضراها. وتتبيله الفراخ يا جماعه رهيبه، لازم تجربوها. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده مع بعض ونشوف الوصفه، ويا رب الطريقه تعجبكم. حضرت طبق ضفت فيه بصلايه كبيره كنت بشراها من مبشره، وكمان معانا طماطميتين كبار برضو كنت بشراهم من مبشره، وفصين 2 بس توم، ومعلقه كبيره من عصير الليمون، يعني ليمونه كبيره كده كنت عصرها تمام. وكمان معانا 3 معالق كبار زيت، ومعلقه كبيره من الصلصه لو حابه تضيفيها تمام، مش حابه ممكن تستغنى عنها خالص. ومعلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره كزبره، ونص معلقه صغيره من الكمون. لو عندك بهارات لحمه او فراخ ضيفيها، وربع معلقه صغيره من السكر. وطبعا وانا بقلب كده التتبيله كنت ناسيه خالص الملح، فجبت معلقتين برضو صغيرين كده ملح وحطيتهم، وقلبت بقى التتبيله كويس جدا. وبعد كده نجيب بقى الفراخ، سواء عامله فرخه كامله او عامله فرخه متقطعه او حتى عامله وراك زي ما انا عامله كده النهارده. تتبيله النهارده تنفع لاي حاجه. طبعا يا جماعه الوراك كنت غسلاها ومفتحاها كده، تفتحها كده بالسكينه، مقطعاها كده قطع صغير يعني كده اللحم بتاع الوراك. بدات بقى ادخل كده الحشو تحت الجلد، وكمان بدخله في الفتحات اللي انا كنت فاتحاها. وتبلي الفرخه بتاعتك او الوراك بتاعتك كويس جدا بالشكل ده كده زي ما انت شايفه. بعد ما تخلصيها بقى، لو حابه بقى تسيبي كده الفراخ بتاعتك في التتبيله في التلاجة شويه، يعني كام ساعه كده عادي. حابه تعمليها في ساعتها كان طعمها تحفه، انا عن نفسي عملتها في ساعتها. تعالي بقى نشوف طريقه التسويه اللي بعملها لما بكون مستعجله بس، اما غير كده مش بعملها الصراحه. بصي بعمل ايه بقى، بجيب الصينيه احط فيها ورق المونيا، واحده بالطول وواحده بالعرض، وافردها كويس جدا ايه في الصينيه، واحط عليها كمان ورق زبده بالشكل ده كده زي ما انت شايفه. وابدا بقى ارص فيها بقى، سواء عامله لحمه او عامله فراخ او عامله وراك، اي حاجه من الحاجات ديت بعملها بنفس الطريقه دي ما بكون مستعجله وعايزه الحاجه تستوي بسرعه معايا وتكون مستويه جدا. تمام، رصي كده فيها الوراك وحط عليها بقيه التتبيله، وبعد كده قفلي بقى عليها كويس جدا بورق الزبده، وبعد كده قفلي عليها بورق الالومنيا كويس جدا. وطبعا يا جماعه انا كنت مشغله الفرن قبل ما اشتغل في الفراخ، ان تتبيله الفراخ ما خدتش وقت خالص مني. شغلت الفرن لمده 10 دقايق كده يسخن، وكمان كنت خلصتها على طول في زي ما انتوا شايفاني كده، خلصتها بقفل بقى عليها خلاص، واقفل عليها كويس جدا عشان البخار ما يطلعش لبره. وعايزين البخار كده ايه يكون مكتوم جوه كده ويسوي لنا الفراخ بسرعه. وبحطها في الرف الوسطاني. انا بقى في العموم بعمل الفراخ بتاعتي ازاي، بعمل نفس الطريقه بس بحطش ورق المونيا ولا ورق زبده، لا برصها برضو في الصينيه بس بغطيها بصينيه، بغطيها في صينيه واحطها في الفرن. فراخ تطلع معايا بتاخدش وقت خالص، من ساعه الا ربع لساعه تلاقي الفراخ ما شاء الله استوت معاكي وبقت جميله جدا على درجه حراره عاليه في الرف الوسطاني. بعد ساعه الا ربع ابداي بص عليها كده شوفيها استوت ولا لا. طبعا لقيتها استوت، ادهني كده وشها كده من الصلصه اللي نزلت ديت، بتخلي الفراخ بتاعتك تحفه. وتحت الشوايه بقى وحطيها تاخد معاكي الوش الجميل ده، وخلاص كده والف هنا في شفا، والله تاكلي احلى فراخ. طعمها حلو قوي قوي وسهله وسريعه وبسيطه وخدتش وقت، والتتبيله بتاعتها بسيطه وموجوده في كل بيت. ان شاء الله هتجربوها بنفس الطريقه دي وهتعجبكم جدا جدا. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، ما تنسونيش بالله والكومنت الحلو، وجزاكم الله كل خير حسن استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.